مرحبا واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد، يوم جديد وسفرية جديدة وسواقة جديدة. وموضوع الفيديو اليوم هو بحكي الفرق ما بين طرقات او قبل ما احكي عن الشغل بالكاميرا هيك لحتى نقول مرحبا فيكم. مرحبا مرة ثانية، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله كل شيء تمام، ان شاء الله كل شيء منيح. واذا كنتوا على طريق سفرية حلوة مثل ما راح يكون عندي هلا ان شاء الله سفرية حلوة. وشو الطبيعة هون الحلو برومانيا، هذا واحد من الامور الايجابية اللي ممكن الواحد يلاقيها باوروبا، هي جمال الطبيعة، جمال الامور هاي. بس حاليا راح نحكي عن الامور السلبية باوروبا او الفرق ما بين طرق اوروبا. يعني مثل ما عم تشوفوا حاليا هذا الطريق واحد بس، انه طريق حاره واحده بس اللي بمشي فيها، واللي على اليمين على المفترض بيكون على اساس انه الواحد بيوقف بحاله الطوارئ، بالحاله اللي بيكون ملزم انه واقف فيها. بس مثل ما انكم شايفين كم ماشي بالحاره تبعيتي وزحت شوي على اليمين مشان نخلي الناس اللي تمشي بسرعه اكثر، مع انه انا حاليا بمشي بالسرعه الفوق القانونيه ممكن تعتبر حتى يعني، بس انه في اللي وراي اللي بيمشي بسرعة اعلى من هيك. وهذا هو موضوع الفيديو اليوم، الفرق ما بين طرقات اوروبا وطرقات الدول العربية او مثل السعودية، مثل الامارات، مثل مثل قطر، البحرين. بتوقع عندنا الطرق بشكل منيح يعني. فبحكي بالفيديو الفرق ما بين طرق الدول العربية وطرق أوروبا، أو بشكل رئيسي حاليا طرق رومانيا، لأنه أنا قاعد عم بسوق برومانيا. و فمثل ما عم تشوفوا هون هاي الطرقات برومانيا، طبعا في أكثر من طريق، في أكثر من يعني هذا ما يعتبر أوتوستراد. بالكاميرا مرة ثانية بكمل بالسؤال عنكم، شو أخباركم؟ طمنونا عنكم. تزوجتوا؟ خلفتوا؟ جبتوا أحفاد؟ وهذا ما بتوقع حدا هون ممكن بتابع اللي بيكون جايب أحفاد ولا من هالحكي. ايه، احكوا لي شو أخباركم، كيف أموركم؟ أنا أموري منيحة الحمد لله للي بيسأل يعني. وخليني برجع بقلب الكاميرا وندخل بصلب الموضوع، نحكي عن أوروبا والدول العربية. فمثل ما انكم شايفين انه هذا طريق من الطرق رومانيا اللي هو اكثر طريق ممكن انه بجيب حوادث، ممكن بجيب كمان انه نرفزه للشوفير. انا كثير احيانا يعني بعتبر انه انا ماشي بالطريقه بالحاره تبعتي هي، فبيجي حد وراي بسرعه. يعني انا الليمت تبع السرعه هون 90 90 او 100 يعني. فانا حاليا ماشي 110، انا اوريدي متجاوز السرعه القانونيه. فبيجي حدا من وراي اللي بيكون ماشي لسه اسرع من السرعه اللي انا ماشي فيها، اللي هي اوريدي متجاوزه السرعه القانونيه، وانا ماشي بحارتي، انا ماشي بالحاره تبعيتي. فليش لازم انه اروح هيك؟ يعني ليش لازم اروح هيك ماشي؟ ممكن اعرض حالي للخطر، ممكن انه اطلع برا الطريق. ف كثير احيانا بكون ماشي بالحاره هي تبعيته وبيجي واحد من وراي، وانا بكون تفكيري لا، انا بدي ضل بالحاره تبعيتي، ما بدي ازيح على اليمين، ما بدي اعرض حياتي للخطر. فببلش وراي بالزمور، ببلش وراي بالغمازات تبع السياره، ببلش وراي بالفلاش تبع السياره، بالضوء العالي. يعني الفلاش هو الضوء العالي. وكل هالامور هي بتعطي النرفزه لإلي كشوفير، بتعطي النرفزه لإلي كسائق وكمشارك على الطريق هذا. ف كثير احيانا يعني بكون لا ثابت، ما بدي اتحرك، ما بدي اروح على اليمين. المشكله انه مو لو بس هذا واقف بنص الطريق ما بعرف شو بده يعمل. يعني هالشي ما بعتقد انه ممكن تلاقوه بالطرق السعوديه ولا طرق القطر ولا طرق الامارات. بيكون فيهم اكثر من حاره، بيكون فيهم اكثر
من حارة ايه، للي بده اللي يمشي ببطء عنده الحارة تبعيته، للي بده يمشي بسرعة عنده الحارة تبعيته، للي بده يتجاوز كمان عنده الحارة اللي بيروح يتجاوز فيها السيارات الثانية. ما بعرف، احكوا لي انتوا هيك الحكي. لكن بالسعودية والحمد لله يعني لما كنت بروح وبعمل عمرة نفس الشيء، اللي كان في أكثر من حارة، كان في أكثر من حارة بالطريق اللي الواحد فيه يسوق بأمان ويسوق بسلامة. فأنا شفت طرقات السعودية، بعرف طرقات السعودية. أما اللي إذا كنت أنت من قطر ولا كنت من البحرين ولا كنت من الإمارات ولا من عمان، سوريا بعرف طرقات سوريا مو كلها قد منيحة يعني. حاليا بتوقع لسه على أسوأ يعني. الله يعين الناس هني. ف ايه لو كنت من دولة تانية احكي لي كيف الطرقات عندك، وكيف كيف بتشوف الطريق هون يعني مثل ما قلت لك هون هذا الطريق حارة واحدة ماشي هيك. فأكثر من مرة بتصير حوادث. ليش بتصير الحوادث؟ لأنه بيكون الواحد ماشي بالحارة تبعيته، فبيجي حدا بسريع من ورا، هو ما بيزيح على اليمين، فبصير حادث واحد من الاثنين. الحالة الأولى إنه الشوفير اللي قدام، السيارة اللي قدام ماشي بسرعة أبطأ، بروح على نفس مو ماشي هذا اللي قدامي، بروح ماشي على طرف الطريق. فنفس ما انتم شايفين هون في مثل كأنه انعطاف. بالانعطاف هذا بتكون سيارة تانية واقفة واقفة هنيك وقدام هذا بتكون واقفة، فهذا الشوفير اللي ورا جاي من الانعطاف ما كان شايف السيارة الواقفة وبروح داخل فيها وعامل حادث. هاي حالة أولى من من الحوادث اللي تصير هون. مع إنه هاي اللي عم بحكي بالسلبيات وبالإيجابيات التانية يعني. شوفوا جمال الطبيعة، شوفوا الخضار، شوفوا يعني الواحد بيكون نفسه بتشهي نفسه إنه بيسوق، بتشهي نفسه إنه بيكون مشارك بهالطريق، بيكون قاعد بيشوف جمال هالطبيعة. أما الحالة الثانية من الحوادث اللي تصير إنه اللي ورا اللي بيكون ماشي بسرعة عالية بيروح متجاوز الأولاني. والأسوأ من هيك مثل ما انتم شايفين في كثير انعطافات هون. فاللي ورا شو بيعمل؟ اللي بيكون أرعن وما ما بيكون واعي، لأنه هالأمور هي ما بيعملوا غير الناس اللي ما واعيين. فبيروح متجاوز اللي قدامه خلال انعطاف مثل ما عم بيصير هون يعني. مثلا بنروح متجاوزه، تجي السيارة من قدام بسرعة عالية، كمان هو بيكون أرعن وماشي بسرعة عالية، وبصير حادث، بيدخلوا ببعض. وهي من الأمور السلبية. إنه الأمور السلبية هون الطريق ما ممكن إنه يكون أكثر من حارة، ولا ما ممكن إنه يتوسع. ليش؟ لأنه مثل ما انتم شايفين هون في حقول يمين ويسار، حقول للناس اللي هن بيزرعوا فيها، هن اللي بيعيش من وراء الأراضي هاي، بيعيش من وراء الحقول. والدولة بشكل عام هون ما تستثمر، ما مو مثلا انه تروح تدفع تعوض صاحب الأرض أو في مثلا مجرى نهر هون على اليمين، بيكون صعب عليهم إنه بيوسعوا الطريق. أو مثلا إنه بيكون هالطريق هذا بيعدي من قرى ولا بيعدي من مدن. راح تشوفوا حاليا يعني بعد شوي راح تشوف كيف راح نعدي القرى، راح نعدي المدن. فهالشيء اللي بيخلي إنه يكون في بيوت يمين ويسار. صعب انه الواحد يوسع الطريق، لانه لازم يهدم بيوت، يهدم بنايات، يهدم. لان الطرق هون برومانيا، بحكي عن رومانيا بشكل اساسي لانه انا عايش برومانيا وبعرف رومانيا، فما بروح بحكي مثلا عن فرنسا ولا عن المانيا. بعرف بالمانيا في عندنا الاوتوبان اللي بيكون عنده السرعه مفتوحه، يعني ممكن تسوق حتى ب 700 كيلومتر لو عندك سياره اللي بتوصل لهالسرعه هي. بس حتى بالمانيا يعني في كتير هيك نفس الطرق هاي اللي بتكون طرق ضيقة. فرنسا بتوقع نفس الشيء، بيكون فيها طرق ضيقة ما الطرق الواسعة يعني، خاصة الطرق اللي بتعدي من المدن ومن القرى. فمثل ما كنتم شايفين هون كمان سلبية من السلبيات انه كتير انعطافات، كتير انه
بالسعودية بتذكر لما كنت بسوق كان تقريبا انه بمل يعني شوي وبيجي النوم. وهي ممكن تكون سلبية يعني بالطرق الدول العربية ولا بالسعودية، لأنه أغلب الطرق بتكون مستقيمة ساوية، فالواحد بيكون بمل يعني ما بيكون يعني مثل ما انتم شايفين هون، بروح يمين يسار، بنعطف يمين بنعطف يسار. أنا أكتف بشكل مستمر، مركز على الطريق بشكل مستمر، وعقلي مصحصح لأنه كل شوي بروح يمين يسار يمين يسار. حتى لو بدي صحصح بيكون عقلي رج وصحصح. فالحالة هاي ممكن تكون في سلبية بالسعودية، الطرق مستقيمة، الطرق بتكون ساوية، وبتدخلك بحالة من الملل يعني. ف ما سمعت انه كثير ناس ناموا على الطريق بالطرقات السفر بالسعودية، وكمان سببت لهم حوادث للأسف الشديد يعني بحكيها. يعني مثل ما انكم شايفين هون انعطاف مرة تانية، كثير انعطافات. ما سلبية هون بالطرق هاي انه مثل ما انكم شايفين هون هذا بيدخل قدامي وسكر علي لازم اللي بوطي السرعة بسببه، لازم بوطي السرعة بسببه. ايه يعني حاليا شوي نرفزت، كنت ماشي انا وجيت انت دخلت قدامي. ف ايه هاي سلبية من السلبيات، فشو بدي اعمل يعني، ما راح اروح ادخل فيه. كمان من النقط يعني نرفزني هذا وطلعني من التركيز تبعي. يلا الله يجعلها اكبر المصايب ان شاء الله. ومن الامور الايجابيه بالسعوديه مثل ما حكيت انه حارات الطرق واسعه وكبيره، واكثر من السرعه. يعني ممكن الواحد بيمشي بسرعه 40 كيلو متر بالساعه على جنب هيك يعني. اما هون لا، اذا بتمشي 40 كيلو متر بالساعه ما ممكن للأنت بتمشي معك، لانه راح تاكل كثير زمورات من ورا وكثير ضوء عالي من ورا. راح تتنرفز اذا انت بدك مشتهي تمشي بسرعه بطيئه، يعني مشتهي انه طالع بس هيك يعني بدون سرعه عاليه. و يعني اكثر نقطه ايجابيه بشوفها هون برومايا بالنسبه للطرق، لاني احتقل هذا قدامي لانه في سياره شرطه هون اللي كان ممكن يعطيني مخالفه. الله سترنا. احسن ان تكرهوا شيء انه هو خير لكم. انا كرهت انه هذا دخل قدامي وسكر علي الطريق او خلاني اوطي سرعتي، بس الله سبحانه وتعالى بعث لي اياه لحتى بخفف السرعه وكمان انه ما باكل مخالفه من السيارات الشاطئ اللي كانت على هنيك. وهي بتقودنا للنقطه الايجابيه وهو برومانيا. يعني برومانيا ما بعرف الدول الثانيه ما في ساهر، يعني ما في ساهر هون. كيف تعرف انه اكلت مخالفه ولا لا؟ بتكون سيارة شرطة نفس هذيك اللي كانت واقفة، بيكون ماسك نفس الجهاز اللي بياخد السرعة، وشفته من بعيد جاي وبوجه الجهاز باتجاهي، بيكون شكله نفس الفرد اللي بياخد السرعة، بوجهه باتجاهه وبيبين له ايش السرعة اللي ماشي أنا فيها. بعدين بيطلع الشرطي من السيارة بيعمل لي الإشارة وقف على جنب، وبيجيني وبيعطيني المخالفة، وهيك بعرف انه اكلت مخالفة. اما بالسعودية بعرف انه في ساهر اللي موجود على كل كيلومتر، ولا موجود على كل 10 كيلومتر، ما بعرف على قديش مسافة، بس بعرف انه موجود ساهر. وممكن الواحد بسوق وبيرجع للبيت وهو مطمن وبنام ومرتاح، بكون ما انتبه على ضوء الفلاش تبع ساهر، فبرجع البيت بنام وهو مطمئن البال. بعد كم يوم بتجي على البريد ولا بتجي الرسالة انه اخذ له مخالفة سعر ولازم يدفع الرقم الفلاني. فبرومانيا هون مقارنة بالسعودية الحمد لله انه ما في سعر، مع انه ما الواحد بيسرع يعني بعترف
انه بتجاوز السرعة القانونية هون برومانيا. بس اغلب الشوفرية هون، اغلب السيارات، اغلب السواقين هون بتجاوز السرعة القانونية، شيء متعارف عليه يعني هون. فلو كان سعر موجود هون، يعني بتوقع كان بالاسبوع الواحد ملايين الدولارات، ملايين الدولارات او اليوروات كان ممكن الحكومة الرومانية تدخل لو كان عندها سعر. لانه كيف انه سيارة الشرطة منتشرة هيك، وهن بياخذوا السرعة بشكل مانولي او بشكل يدوي. في كتير شوفيرين اللي بيكونوا مركبين نفس الانتين على السيارة وبيحكوا مع بعض: يا زميل شفت شرطي على الطريق الفلاني؟ برد عليه: لا ما شفت ولا شرطي. بيكون هو ماشي قدامه. فكل السيارات اللي ورا بيروحوا ماشيين بسرعة عادية، لأنه مطمئنين إنه الزميل اللي قدام اطمأن إنه ما في شرطة. طمنهم وحكى إنه ما في، كنت راح بطلع من الطريق هون، طمنهم وحكى إنه ما في شرطة وبيروحوا مسرعين، مع إنه هالشي غلط يعني. بس هذا الشيء اللي بيصير هون برومانيا. بالسعودية ما في لا أنتين ولا غيره، لأنه في ساهر اللي بياخذ لك بياخذ السرعة بشكل أوتوماتيك، مو بشكل مانولي، مو بشكل يدوي. نفس ما هون برومانيا بيطلع بيوجه الشرطي الجهاز تبعه وبياخذ السرعة، لا. فأنتوا يا السعوديين صعب عليكم، إلا إذا حافظين أماكن ساهر وتعرفوا وين تسرعوا. كل ساهر وساهر بتروحوا مسرعين شوي، بس تقربوا من الساهر بتبطئوا السرعة، بس هيك يعني ممكن تمشي معكم. فمثل ما كنت بحكي لكم إن الطرق هون بتدخل من بتعدي من مدن، بتعدي من قرى، بتعدي من غيره. هي كمان سلبية من السلبيات اللي بتصير هون برومانيا أو طرق رومانيا، إنه تكون أنت ماشي بالليل، مسافر بالليل. السعودية بتكون مطمئن إنه من الناحية البشرية، من ناحية إنه ما حدا، ما في طفل ممكن يجي قدامك، إلا لو كان كائن تاني يعني، إذا كان حيوان ولا ما بدنا نذكر أساميهم، الله يحمينا منهم. فإلا إذا بيطلع لك كائن غير إنسي، إيه وقتها ممكن بيطلع لك، ممكن تكون خايف إنه يطلع لك شيء قدامك. بس بشكل عام بالسعودية بتكون مطمئن إنه ما في حدا، لا طفل ولا حدا اللي ممكن بيجي يطلع قدامك بطريق السفر. ما لا مثل ما انكم شايفين، دخلنا المدينة ودخلنا القرية، هي أكثر من مدينة، ويعني ممكن بيكون حدا بيقطع الشارع. ممكن كمان الناحية السلبية الثانية إنه في كتير سكارى هون، فممكن إنه الواحد خاصة بالليل، السفر بالليل هون متعب جدا، متعب جدا. ليش؟ لأنه أولا ما في الشارع ما مضاء، ثانيا في كتير سكر اللي بيكونوا ماشيين بالطريق، فبيروح خابط قدامك ودعسه، وتروح انت تنسجن بسبب الشخص السكران اللي كان ماشي ومو منتبه. والنقطة الثالثة في هاي العربات اللي بيكون اللي تمشي قوة حصان واحد عارفين عربانة تمشي قوة حصان واحد. ف ايه هي العربيات اللي بتجر الأحصنة يعني. فبتكون انت ماشي بأمان الله، وتكون عربانة ماشي قدامك مع الحصان تبعها، وما ما بتكون حاطط ورا هي الإشارات اللي تعطي الريفلكس للأضوية، تعمل انعكاس لأضوية السيارة. فأنت بتكون ماشي بالليل مفكر إنه قدامك ما في حدا، بتفكر إن الطريق فاضي، بس بيكون العربانة ماشي قدامك تروح داخل فيها. فهي كمان نقطة سلبية من السلبيات اللي بتصير هون برومانيا. ومثل ما انكم شايفين هون داخلين مدينة، الناس عايشين حياتهم ماشيين يمين ويسار، نفس ما شايفين أطفال هذوليك ممكن بأي لحظة والطفل منهم بيروح الماشي قدامي بروح داسه لا سمح الله. فهي نقطة سلبية يعني. وكمان مثل ما انكم شايفين طريق السفر ممكن أيام طريق السفر عندي ياخد ساعتين، ممكن أيام ياخد 3 ساعات. ليش؟ لأنه بتصير زحمة.
نفس ما انكم شايفين على اليسار كثير سيارات اللي واقفة على الدور، لأن الطريق مسكر، الطريق مزحوم بشكل ما. و ايه بحاول بتذكر كمان شي نقطة سلبية من السلبيات يعني. فحكيت يعني بالسعودية اللي بيجي براسي من السلبيات هي انه ساهر اولا، ثانيا الطريق بيكون كله ساوي وبيجيب لك حالة نعاس وملل، وثالثا ما في طبيعة بالسعودية، ما في طبيعة إلا إذا بتشوف طبيعة الجبال السود والصحراء هي، وبتشوفها مثلا كطبيعة حلوة، ممكن تعتبر كطبيعة. ماشي حبيبي، راح ناخذ السكند اكزيت. ف نقطة كمان سلبية ما في طبيعة، يعني حكيت ما هون في طبيعة حلوة، وفي انعطافات اللي بتخليك مركز بالطريق وبنفس الوقت بتخليك مصحصح. هاي الإيجابيات عم بحكي، أما السلبيات ممكن مثل ما انكم شايفين داخلين مدينة نحن، فطبيعي لازم نخفف السرعة كيف بدنا نمشي بالمدينة. وهي هذا هو الفيديو بشكل عام. ما بعرف إذا في شيء تاني بالدول العربية أنا ما ذكرته، يعني ذكرت الأمور اللي شفتها أنا بعيني. وبتوقع بأن الفيديو هون، خليني بس هيك شوي أقلب الكاميرا. فإذا وصلت لهون أنت حبيبي نور عيني وبونسني بالسفر. وإيه كان معكم عدنان، وبشوفك في فيديو تاني. سلام.